الفنانة عزة سعيد بتثير الجدل بعد ظهورها مع الفنان إدوار، وتصريحاتها الغريبة تشهر مواقع التواصل الاجتماعي، وإدوار يعتذر ويحذف الحلقة. بس قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لما كنتش مشترك. فوجئ جمهور الفنانة عزة سعيد خلال الساعات اللي فاتت بظهورها في حلقة في برنامج القاهرة اليوم اللي بيقدمه الفنان إدوار، حيث أدلت بتصريحات غريبة أثارت استغراب المتابعين جدا وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. عزة اللي عرفها الجمهور بأدوارها الكوميدية في أفلام مثل زكي شان وسمير وشهير وبهير والباشا تلميذ، ظهرت في اللقاء غير متزنة حسب بعض التعليقات، مما أثار القلق حول حالتها الصحية والنفسية. وخلال الحلقة تحدثت الفنانة عزة سعيد عن أمور مفاجئة وغير معتادة، مثل إنها تعاقدت على بطولات أفلام منذ ولادتها، وإن المخرج يوسف شاهين كان بيبحث عنها في الفيوم وكان عايز يمضيها على 60 فيلم، إلى جانب حديثها عن أعمال فنية ضخمة لم تبدأ فيها بعد. هذه التصريحات دفعت المشاهدين لانتقاد البرنامج بشكل عام، معتبرين ان بث الحلقة كان غير مسؤول ويجب عدم عرضها احتراما لسلامتها. وردا على موجة الانتقادات اللي ملت السوشيال ميديا، اعلن الفنان إدوار بشكل رسمي حذف الحلقة بشكل كامل من جميع المنصات، مؤكدا ان نواياه كانت صافية ولم يقصد احراج عزة سعيد او استغلال موقفها. واوضح ان استضافتها كان بناء عن ترشيح من فريق الاعداد، لكنه فوجئ بما حدث خلال اللقاء، وجاء قرار إدوار بحذف الحلقة وتقديم اعتذار علني ليشكل موقفا إنسانيا يحترم الفنانة وجمهورها، ويبرز أهمية حس المسؤولية في الإعلام عند التعامل مع ضيوف قد يكونوا في ظروف خاصة. كذلك الجمهور رحب بهذه الخطوة جدا، معتبرا أن احترام الضيف فوق كل اعتبار،